دلوقتي وبعد 4 سنين أنا شغال في السعودية في الوظيفة اللي أنا اتعلمتها من الصفر، من غير أي خلفية عن المجال ومن غير ما أدفع فلوس في كورسات، كله كان مجاني تماما. أول ما بدأت أتعلم برمجة من 4 سنين كنت بشوف الأكواد وكأني داخل عالم جديد ومش فاهم منه أي حاجة. بدأت بطريقتي الخاصة، كورسات من يوتيوب أو مواقع مجانية زي فري كود كامب، وقراية مصادر كتير سواء مصدر التقنية اللي بتعلمها أو مصدر متنوع زي W3 سكولز. كان هدفي إن أتعلم من غير ما أصرف ميزانية ضخمة، تصحيح بسيط من غير ما أدفع فلوس خالص، لأن ما كانش معايا فلوس أدفعها في كورسات. طبعا عدت عليا أوقات حسيت فيها باليأس، بس اللي كنت بقوله لنفسي دايما هتخسر إيه؟ كمل وشوف واسمع الناس اللي قبلك وصلوا إزاي، وكنت باخد منهم اللي أنا محتاجه فعلا. خدت تفكير وعقلية الناس دي كمنهج أمشي عليه وأنا بتعلم، والمنهج بتاعهم استمر واصبر وطبق وذاكر مهما كانت الظروف، مهما كنت تعبان، مهما كان في مشتتات ومستقبل مش باين له ملامح. الفترة دي علمتني إن البرمجة مش بس كود، دي طريقة تفكير وحل مشكلات، بس الأهم إن مفيش حاجة بتيجي بالساهل، لازم تعب وصبر وتجربة. لايك وفولو وتحول لمبرمج.